هاد الوصفة ما يمكنش ما تجربوها، ما كاين ما سهل منها. قبل ما نبدا مقادير وصفة اليوم وتعرفوا عليها اكثر، كنتمنى انكم تصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. شوفوا معايا الداخل نتاعها كيشهي ما شاء الله، رائعة جدا بكل التفاصيل ديالها. اذا بسم الله على بركة الله، نمر مباشرة نقدم مقادير وصفة اليوم. هنا كيف شفتوا معايا عندي الفلفل الوان، عندي الاحمر والاخضر، ممكن تستعنوا ايضا بالاصفر. عندي قريعه اللي قطعتها رقيقه، والكفته ديال صدر الدجاج. في مقله غادي نوضع فيها البصله اللي شلطها مزيان كيف ما كتشوفوا معايا. كنوضع عليها القليل من الملح، القليل من بابريكا، بطبيعه الحال الحلوه، شويه ديال الابزار، زيت الزيتون فقط. غادي نبقى كنحرك في هاد البصله حتى كتهبط تماما كيف غادي تشوفوا معايا. هنا ما شاء الله كيشوفوا كيفاش كترجع البصله، فهي كتذوب تماما باش كتجيكم الوصفه ناجحه. مباشره غادي نوضع عليها صدر الدجاج وغادي نفرتو مزيان حتى كيهبط وكينسجم ليا مع البصله وباقي المكونات اللي غادي نضيف من بعد. فكنخليه حتى كيطيب. شوفوا معايا الشكل ديالو كيفاش كيرجع. غادي نضيف ليه الفلفل الاحمر والاخضر، وكيف قلت لكم قريعه اللي قطعتها بطريقه رقيقه. غادي نخلي المكونات حتى يتشحروا تماما وكيوقفوا من هذاك الليدام او من الماء اللي كيكون فيهم. غادي نزيلهم ونوضعهم في صحن، وغادي نوضع عليهم واحد الكميه ديال الجبن نتاع البيتزا الخاص بالبيتزا او جبن مبشور حسب الامكانيات ديال كل شخص. اذا غادي نحرك هاد المكونات مزيان حتى كينسجموا تماما مع بعض. شوفوا معايا ما شاء الله كيفاش كترجع هذا الحشوه رائعه وكتكون بنينه بزاف. غادي نجيب الورقه ديال الصين او ورقه الصينيه كيف ما كنعرفوا هنا في اوروبا، فهاد الورقه هي اللي متوفره عندنا. غادي نوضع بيضه كامله، غادي نضيف ليها كميه ديال الحليب، وغادي نطرب المكونات مزيان حتى كينسجموا تماما مع بعض. غادي نحرك البيضه مزيان وغادي نضيف ليها كميه ديال الحليب، تقريبا نصف كأس ديال الحليب فقط كافي. وكتطربوا المكونات مزيان مع بعض. هنا ممكن تضيفوا القليل من الملح، واللي ما بغاش فكيخليها هكذاك. شوفوا معايا ما شاء الله الحشوه كيفاش كترجع رائعه من بعد ما كنخليها حتى كتبرد. شوفوا معايا ما فيهاش حس الماء نهائيا باش ما كتقطعش لكم الورقه باش غادي نشتغلوا. غادي نجيب الورقه الصينيه كيف قلت لكم، فهي كتكون موضوعه في الكونجيلاتور عاده، كنشريوها اللي كتكون جامده. غادي نجيب ورقه منها وغادي نغطسها تماما في هذا الحليب والبيض، يعني كنوضعها كلها في هذا الحليب والبيض. الفيديو واضح، كنتمنى انكم تشوفوه. صدقوني اللي بغى شي حاجه بسيطه وزوينه فهما كيجيو رائعين جدا. اذا غادي نوضعهم بهذا الشكل وغادي نسرحهم على واحد الصحن كيف شفتوا معايا. غادي نملئهم بهذيك الحشوه وغادي نجمع الجوانب بحال شكل الرغيف تماما. فهما بساط وكيجيو سريعين جدا. حتى الناس تاع المغرب ممكن ديروا الورقه العاديه، فهما غادي يجيو بها رائعين ايضا. توضعوا وحده في وسط وحده وتشتغلوا بها. هاد الورقه فهي كتكون شويه واقفه ماشي بحال ورقه المغرب، ولكن راه كتجي في هاد الرغيفات رائعه جدا. غادي نوضع عليها وحده ثانيه من الاسفل وغادي نجمعها بها، وهكذا كنستمر حتى كنسالي الكميه اللي عندي ديال الورقه كاملها. خليكم مع الفيديو، كنتمنى ان الوصفه تنال الاعجاب نتاعكم وتجربوها.
كيف شفتوا معايا فانا كنوضع وحده في وسط الاخرى، وضروري ما كتدهنوا هذاك البيض مع الحليب باش كيلصقوا الاوراق تماما مباشره من بعد ما كنكمل الكميه اللي عندي كامله. كيف شفتوا معايا غادي نسخن مقلاة على نار هادئه، غادي ندهنها بالقليل من الزبده او القليل من الزيت، كنرش فقط الزيت وغادي نستف هادوك الرغيفات نتاعي، وغادي نبقى كنحركهم او كنقلبهم بالشكل اللي كتشوفوا معايا حتى كيتحمروا تماما. ايضا الجوانب فكتوقفوهم بهذا الشكل باش كيتحمروا وكيعطيوكم نتيجه رائعه جدا. كنستمر وانا كنقلب في الجوانب وفي الوجهين معا حتى كيتحمروا وكيولي اللون تاعهم ذهب ما شاء الله. فهما ايضا كيتنفخوا، شوفوا معايا قداش كيرجعوا. كنتمنى ان هاد الوصفه تجربوها بنفس الطريقه، اكيد غادي تنال الاستحسان تاعكم. كتجي رائعه وسريعه جدا. الناس اللي كيقلبوا على السريع فهي وجبه عشاء رائعه، او اللي قوتي الاطفال كتجي هائله، وكميه اللي بغيتو كتحكموا فيها. اذا شوفوا معايا ما شاء الله الشكل ديالهم كيفاش كيجي. غادي نحل وحده من الوسط وغتشوفوا معايا بانها كتجي ناجحه رائعه جدا، والمذاق نتاعهم كيجي رائع جدا بهذوك المكونات اللي وضعنا فيهم. شوفوا ما شاء الله فهما كيكون فيهم الحشوه اكثر من هذوك الاوراق، كيجيو بنان بزاف. حتى لهنا كنكون نهيت الفيديو ديال اليوم. شكرا لكم على حسن المشاهده، شكرا على تعليقاتكم الرائعه. كنضرب لكم موعد ان شاء الله لوصفه اخرى من الوصفات الناجحه في قناتي، انتظروني. مع السلامه.